يوم نقدر نقول بمنتهى الأريحية إنه يوم حزب الله بامتياز. الحزب النهارده أداء عنيف جدا بشكل كبير. تصريحات كمان قوية لترامب وتصريح خطير جدا من رئيس أركان جيش الاحتلال. في تقديرنا المتواضع إيران بتكسب أرض جديدة كل يوم، وامتداد الحرب رغم القصف الشديد والدمار اللي بتتعرض ليه إيران، لكنها بتصمد صمود بطولي بكل تأكيد. يعني هذا المشهد مشهد لن ينسى وسيعيد تشكيل الشرق الأوسط. في هذا اليوم حزب الله بيستهدف الشمال بشكل عنيف جدا، أكثر من 70 صاروخ، واعتراف إسرائيلي بمقتل جنود في جنوب لبنان، وده من الاعترافات النادرة حقيقة. ورئيس أركان جيش الاحتلال في تصريحات خطيرة جدا خلت يائير لبيد يقول إن الكارثة مقبلة. النهاردة عايز أقول لكم إن إحنا قلنا إنه مع بداية الحرب انه وبدايه انخراط حزب الله تحديدا فيها، انه غير من تكتيكه واستراتيجيته بشكل كبير، مستقي من اداء غزه في اثناء الطوفان، وهو عدم وجود اماكن تمركز ثابته. مجموعات 10 15 20 بتتحرك بحريه في قرار يكاد يكون مستقل، وهو نفس القرار على فكره اللي اتخذته إيران بعد غياب القيادات العليا. يعني في إيران على فكرة باكستان النهاردة صرحت إن هي بلغت إسرائيل وأمريكا إنها لو قربوا من عراقجي ورئيس البرلمان لن يجدوا من يفاوضوه في إيران، وستصبح الأمور بشكل كامل في إيد الحرس الثوري الأكثر تشددا والأكثر صلابة. وعشان كده ترامب قال، او امريكا اعلنت، مش ترامب يعني عشان اكون دقيق، انه تم رفع اسم عراقجي ورئيس البرلمان من قائمة الاغتيالات. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل الاحوال ترامب النهارده كمان بيلمح للخروج من الشرق الاوسط، وده توقع كنا قلناه وسجلناه منذ اسبوع مضى، وقلنا لحضراتكم انه توقعنا ان امريكا ستخرج من الشرق الاوسط. عموما القواعد الامريكيه في الشرق الاوسط قواعد مدمره. ترامب قام قايل جمله في النص كده، قال لك سنحمي اصدقائنا في الخليج سواء كنا موجودين او اذا رحلنا. والحمد لله عندنا طيارات اهي، اعظم طيارات في الدنيا بتقطع الاف الاميال. يعني ان شاء الله حاجه كده من عينه مسافة السكة بتاعت السيسي قالها ترامب للخليج النهاردة، وهي إشارة لأنه كل المؤشرات بتقول إن أمريكا، إن ده لو تتذكروا تحدثنا على إن نتنياهو عارف إن دي الفرصة الأخيرة لتوريط أمريكا في حرب وفي حروبه المدمرة، دي فرصته الأخيرة. وعشان كده هذا التلميح من ترامب أخذ على محمل الجد في الخليج. حقيقة اللي يعني طلب، لما كانت الناس بتطلب وتقول رحيل القواعد الأمريكية من الخليج، وقلت لحضراتكم ده طلب حقيقة منطقي جدا، منطقي جدا، وكان يجب أن يتخذ من أول الحرب. لكن المنطق شيء والواقع شيء آخر. حقيقة يجب أن نعلم المعادلة، وهي بكل تواضع هذه المعادلة أخبرت حضراتكم بها مرارا من أكثر من 12 سنة. يعني من اكتر الجمل اللي قلتها انه مين اللي جاب مين؟ يعني هل حكام الخليج اللي جابوا امريكا، ولا امريكا اللي جابت حكام العرب تقريبا كلهم؟ يعني مين اللي جاب مين عشان نقدر نطلب هذا الطلب الخزعبلي من حكام الخليج برحيل القواعد الامريكية؟ مين جاب مين؟ مين اللي عين مين؟ حكام الخليج وجدوا اختارتهم شعوبهم، فبعد كده اختاروا انه يحضروا القواعد الامريكيه لحمايتهم، ولا القواعد الامريكيه
وامريكا هي الاساس وهي من تحدد سلسال العروش؟ ده سؤال مهم جدا ومفصلي عشان نفهم الحكايه. هذا التلميح يعتبر اول تلميح من ترامب بشكل كبير جدا للرحيل من الشرق الاوسط. بالامس اللي تابع معانا البث المباشر كان ترامب بيقول بمنتهى الفخر والاعتزاز انه ايران ادته انه تلقى هديه ثمينه جدا، وانه مش عايز يقول الهديه، ولكنها هديه ثمينه جدا قابلها بشكل كبير من التقدير. ده كانت كلماته تقريبا بالامس. النهارده ما قدرش يسكت ويحتمل السر، وفضح نفسه بذات نفسه، وقام قايل له يا بيت، قال انا تلقيت هديه وبتاع، اقول تسمح لي يا بيت اقول؟ قال له وزير الدفاع المجنون، كل اللي حوالين ترامب مجانين. قال له تسمح لي اقول؟ قال له قول يا حبيبي. قال ايران سمحت لي بمرور 8 ناقلات نفط ابداء لحسن النيه، وشفتهم بعيني، كان ناقص يحلف براس امه انه شافهم بامي عينيه وهم بيعبروا مضيق هرمز. هذا المنتصر، الانتصار الكاسح، هذا الحقيقه العنتيل الذي ما فتئ ده من وقت حرب ال 12 يوم يقول خلصت على ايران، بيعتبر اغلى هديه ثمينه بيطنطن بيها امام العالم كله ان ايران سمحت له بمرور ناقلات النفط. وكانه ترامب مش غبي، وكانه يعني مش فاهم ان ده يحسب عليه، لا يحسب له على الاطلاق. انت هو دليل انك ما عرفتش تعدي ناقلات النفط الا بمعرفه ايران لما سمحت لك. ده كلام ترامب صادق مش صادق، حقيقي ولا مش حقيقي؟ ده تاني يوم على التوالي يتحدث عن الهدية التي تلقاها من ايران. قال لك انه الحمد لله 8 ناقلات نفط، البعض نقل 10، لكن هو قال بنص كلماته يعني ان هم 8 ناقلات نفط سمحت بيهم ايران للعبور من مضيق هرمز. وده يثبت لحضراتكم انه رغم الدمار ورغم الألم ورغم القصف الجنوني على ايران، مين اللي ليه اليد العليا؟ مين اللي ليه اليد العليا لتلك لحد اللحظه دي؟ رئيس اركان جيش الاحتلال في واحد من اخطر التصريحات انا هقوله لكم نصا: الجيش يتجه للانهيار. الجيش يتجه للانهيار. قوات الاحتياط لن تصمد اكثر من هذا. ارفع 10 اعلام حمراء. يدعوت احرنوت بتنقل تصريحاته الاخطر منذ بداية الحرب في اليوم 27. تاني، رئيس اركان جيش الاحتلال رجاء وتكرما وليس امرا، الحاضر يعلم الغايب. الجيش يتجه للانهيار. قوات الاحتياط لن تصمد اكثر من هذا. ارفع 10 اعلام حمراء، مش علم احمر واحد، 10. احنا بالنسبه لنا دول رايات حمر، لكن ارفع 10 اعلام حمراء تحذيرا من الوضع اللي وصل له جيش الاحتلال. اعتقد سيبك من اللي قلناه، اي مراقب الصواريخ بقت تصل لهدفها بدقه وبمنتهى السهوله في اراضينا المحتل. قلت لحضراتكم بالامس لسه تحديدا، قررت لكم انه ارتفع مستوى التهديد والتحذير من خروج اي لقطات وعقاب بالسجن للي خرج اي لقطات، خصوصا المتعلقه بالمنشآت العسكريه او بالجنود او بالضباط. وتقدروا تلمسوا ده في كل الفيديوهات المترجمه اللي بنجيبها لكم من الاعلام العبري في مع معتز، اللي بتشوف المذيعين قد ايه حريصين جدا انه ما يخرجوش حرف عما سمح به الرقيب العسكري. جيش الاحتلال كان من وقت الطوفان كان بيعاني ازمه شديده جدا في الجنود وفي الاحتياط واللي رافضين الخدمه بعد حرب امتدت لسنتين مدمره
حقيقة وحضراتكم الإصابات والأطراف والعيون المفقوقة والانهيارات العصبية والأحلام، كل ده رصدناه مع حضراتكم للي بيكرمونا وبيشرفونا بالمتابعة في مع معتز حضراتكم من الإعلام العبري صوت وصورة. مراكز التأهيل أكتر من 200 مركز تأهيل، ده وقت الطوفان، ده وقت الطوفان، مع تلة شعث غبر حقيقة. يعني هقول ايه بس. فما بالك الآن إسرائيل بتتكتم على أكبر خسائر في تاريخها. بالله عليكم سجلوا تلك الكلمة، إسرائيل تتكتم على أكبر خسائر في تاريخها. في حاجة يعني في وضع مضطرب جدا بيحدث داخل الكيان ده، أصبح أمر حقيقة ليس قابل للنقاش.